السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جاتكم فيديو جديد، وهاد المره وصفه حصريه على القناه ديالي ولاول مره. رغيفات ديال مايزينا معمرين بواحد العقده اللي كتجي رائعه ومعلكه، نكتشفوها مع بعضياتنا بلا ما نطول عليكم. خليكم مع المقادير والطريقه. نبداو على بركه الله بتحضير ديال الحشوه اللي كتجي معلكه ورائعه. سبق لي شاركتها معكم تقريبا هذه واحد عام، تقريبا نفس المقادير، مختلفين شي حاجه. كنت شاركت معكم في بستيلات صغارين ديال الدجاج، ما ان شاء الله نشاركوا معكم في الرغيفات اللي كيجيو معسلين ومعمرين، كيجيو رائعين ولذاذين. غنحتاجوا 4 كيلو ديال اللوز، قسمته على جوج، 125 غرام قليته بقشور ديالو، يعني كتعملوا على زيت بارده وكتبقاو تحركوه حتى هو ما كيبانش بزاف، حتى كتفتحوه وكتجبروا على هذا الشكل هذا، يعني محمر. ردوا البال ما يتحرقش. نحتاجو نص ياغور، غنقشروه وصافي، ومن بعد غنخليوه حتى يبس مزيان. عاد نطحنوه مع 2 معالق ديال السكر وشويه ديال مسكه حره بحال موضح في الفيديو، وساشي ديال فاني. بالنسبه للناس اللي بغاو يعوضوا اللوز بالكاوكاو يقدروا يعوضوه بالكاوكاو، يكون داك الكاوكاو اللي كيكون كبير يقليوه، كيكون مقشر يقليوه ويستعملوه. غنحتاجو 50 غرام ديال الكيوي اللي كيكون خاص للتعسل، يكون ناشف ويابس. وعندي هنا 50 غرام ديال العنب مجفف الزبيب، و150 غرام ديال المشماش حتى هو اللي كيكون خاص بالتعسل، 150 غرام. يعني اللي عنده الاناناس يعمل اناناس، اي فاكهه بغيتو كتعملوها. يعني مجموع ديال الفواكه المجففه 250 غرام بحال اللوز، يعني اللوز 250 غرام المجموع، وفواكه مجففه 250 غرام. عندي ملعقه صغيره ديال الزبده وملعقه صغيره ديال القرفه. واحد كاسبيله كنعملوا فيها شويه ديال الماء، كنعملوا مشماش عليها وداك العنب مجفف الزبيب، وكنزيدوا عليها الكيوي واي فروطه بحال اللي قلت لكم بغيتوها. من بعد كتعملوها على عافيه متوسطه حتى كيرطب ديك الفروطه. عاد كنزيدوا لها السكر والمزهر. وهنا كندوزو نطحنوا داك اللوز اللي عندنا مقشر، ضروري يكون ناشف. اذا قشرتوه ما كانش عندكم الوقت باش تنشفوه مزيان، تقدروا تعملوه في واحد المقله، غير تدوزوه غير ينشف وكتزولوه، يعني بلا ما كيتحمر بلا والو، غير كينشف وكتزولوه. كنضيفوا داك السكر وداك المسكه حره وفاني، وكنطحنوا كلشي. هنا من بعد ما تطحن اللوز مزيان مع السكر مع ديك المسكه حره، وكنتاكدوا من ان كلشي مطحون، كندوزو نطحنوا اللوز اللي عندنا بقشور. بالنسبه لهذا اللوز اللي بالقشور ديالو، من الاحسن تخليوه مهرمش. انا تطحن لي دغيا، تطحن لي كامل، من الاحسن خليوه مهرمش. انا تطحن لي على هذا الشكل هذا، ولكن نتوما اذا خليتو الحبه شويه تكون غليظه من الاحسن باش كيبقى باين. صافي كنخلطوهم مع بعضياتهم. من بعد كنزيدو عليهم القرفه، هنا غنزيد معلقه صغيره، ودائما على حسب الذوق تقدروا تعملوا كثر، تقدروا تعملوا قل، كيبقى على حسب الذوق. خلطهم وكنخليهم على جنب حتى تعسل معنا ديك الفواكه. من بعد ما رطبوا ديك الفواكه كنزيد عليهم 2 معالق كبارين ديال السكر يكونوا عامرين، ونعمل عليهم شويه ديال المزهر اختياري، اللي ما بغاش ما يعملوش. وكنردوهم العافيه مهيله حتى كيتعسلوا. من بعد ما تعسلوا الفواكه اللي عندنا كنخليهم يقطروا مزيان حتى كينشفوهم داك العسل، داك الماء المعسل اللي فيهم. عاد كنطحنوهم. هنا من بعد ما نشفوا ديك الفواكه طحناهم، ما طحنا ديك الفواكه كنخلطوهم مع ديك اللوز اللي مطحون. الفواكه ما كنطحنوهمش شي مره حتى كيرجعوا ما، يعني كيكونوا فيهم طريفات صغارين، كايناش بعد منهم مطحونين، كايناش بعد منهم باقيين فيهم طريفات. كنخلطوهم مع اللوز بحال موضح في الفيديو، يعني بيدنا، وكنخلطو مزيان وكنعجنوه حتى كنحصلوا حال العجين ديال العقده اللوز والفواكه المجففه. يعني هاد العقده كتجي اقتصاديه اكثر من اللوز بوحدو، واكثر اذا عملتوا الكاوكاو، يعني توعيتي واحد المذاق اللي كيجي رائع. نفس الشيء. صافي كنكوروهم قياس اللي بغينا. انا هنا كنت كورتهم شويه كبار، من بعد عاد غنقسمهم في النص، يعني نعمل من بعد رغيفات صغارين. وندوزو نحضروا العجين اللي ما فيهاش بزاف ديال المكونات. غنحتاجوا كاس كبير ديال المزهر، نفس الكاس غنحضروا به الزبده، يعني كاس كبير ديال الزبده مذوبه، 2 معالق ديال كبارين ديال السكر. وعندي هنايا في 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، يعني هنا عندي في ديك الزلافه 2 وهذا الثالث، وغنزيد من بعد النص، يعني المجموع 3 ديال الكيسان ونص. نفس الكاس اللي قيسوا به المزهر والزبده هو اللي غتقيسوا به الدقيق، والمجموع ديال الدقيق هي 500 غرام، هي 3 ديال الكيسان عفوا ونص. كل كاس فيه 150 غرام. هذا الكاس هذا عندي العباره ب 150 غرام ديال الدقيق. في واحد البول غناخذوا قبيصه ديال الملحه، وغنضيفوا داك المزهر،
وغنضيفو الزبده مذوبه. بالنسبه للزبده ماشي ضروري ديال العبار، انا هنا استعملت المارغرين يكون المذاق ديالها مزيان وصافي. وغنضيفو السكر وغنخلطو كلشي مع بعضياتو. من بعد كنزيدو الدقيق. بالنسبه للدقيق هنايا غنعمل في دقه واحده 2 كيسان بحال اللي قلت لكم قياس اللي قسنا به كلشي. من بعد ما خلطناها كنضيفو كاس ثالث. هاد العجينه كتكون يعني في العجين كتكون مزيونه بزاف. من بعد غنزيد نص كاس اللي قلت لكم، هي مجموع 3 كيسان ونص. داك النص باقي غنكمل عليه. من بعد ما تجمعت لي العجينه كتجي على هذا الشكل هذا، غندلكوها واحد شويه غير شويه ماشي بزاف. العجينه كتجي مزيونه بزاف، اكثر في الدليك ديالها كتجي ساهله ورطبه بزاف صافي. من بعد كنشكلوها كويرات صغارين بحال موضح في الفيديو. وكنغطيوها بلاستيك الغذائي ترتاح شويه، وكنوجدوا مايزينا اللي غنطلقوها بها. هنا عندنا الحشوه واجده وعندنا العجينه حتى هي رتحات وواجده. دابا غنبداو نطلقوها بمايزينا ونبداو نشكلوا الرغيفه ديالنا. كنرشوا سطح العمل بمايزينا ونكثروا مايزينا ضروري. من هاد الرغايف كنطلقوهم ضروري، هاد العجينه كنطلقوها بمايزينا بزاف. حاولوا تلقوها مستطيله باش تجيكم في التقطيع سهله. وكتكثروا مايزينا وكتقلبوها حيت ضروري تجي هاد اللين تحت كتكون عامره بمايزينا اكثر. وعاد غنقلبها كتحصلوا على واحد العجينه رقيقه بحال موضح في الفيديو. من بعد كنقسموها على الاجزاء اللي خصنا. انا هنايا قسمت على 3، كنت عملتهم شويه كبار. من بعد عاد غنقص الكوارات ديال الحشوه وغنقص من العجين بغيتهم صغارين كتر. غناخذوا كره من الحشوه وغنعملوها فوق العجين بحال موضح في الفيديو. كنبسطوها واحد شويه الحشوه وكندهنوا العجين بشويه ديال الزبده مذوبه مع شويه ديال الزيت، تقريبا واحد المعلقه ديال الزيت مع واحد المعلقه ديال الزبده، وعاد كندوبوهم مع بعضياتهم. كندهنوا غير رشه خفيفه، يعني واحد دهنه خفيفه ماشي بزاف. وعاد كنطويو يعني لداخل كتكون مدهونه، ولكن من على برا ضروري تكون مرشوشه مزيان بحال موضح في الفيديو بمايزينا. كنطويوها على هذا الشكل، يعني طريقه سهله. كنبقاو ندوروها ونلويوها. وديك الزوائد اذا كانوا تحت غلاطين كنقطعوهم، من بعد حتى كنجمعوهم وكنعاودوا عاوتاني كنطلقوا العجينه. كتجي على هذا الشكل هذا. كنبسطوها واحد شويه بيدنا حتى كنحصلوا على هذا القوام، يعني ما نخليوهاش غليظه بزاف وماشي رقيقه بحال هذا الشكل. كنظن طريقه سهله يعني واضحه. كنحاولوا نلصقوا ديك الحاشيه بحال هذا الشكل. وانتم كتشوفوا يعني هنا كيبقاو دوك الفتحات اللي باش كيطيبوا مزيان، الزيت كيوصل لهم للداخل، وفي نفس الوقت العسل ملي كنعسلوهم كيوصل لهم العسل وكيتعسلوا مزيان. كنكملوا بنفس الكميه بنفس الطريقه عفوا. من بعد كنبقاو نكملوا بنفس الطريقه. كنطلقوا العجينه مزيان بمايزينا حتى كنطلقوها رقيقه. هنا كندهنوا واحد الدهنه خفيفه بالزبده والزيت بحال موضح في الفيديو. يعني نقطع قطع شويه صغيره على اللي قطعتها قبل. غنقطع على 5، قبل قطعت على 3، دابا غنقطع على 5. وديك الحشوه غنقسمها على 2 حتى هي. بغيت الرغيفات يجوني صغارين. نتوما كتبقى لكم على حسب الذوق اللي بغيتو كبارين بغيتو صغارين. نتوما كيف ما قلت لكم قسمت كل كره على 2 وكنطويوها بنفس الطريقه اللي وضحتكم في الفيديو من قبل حتى كنحصلوا على هذا الشكل. هنا كانت عندي العجينه رقيقه ما اضطريتش نقص منها صافي. كنطلقوهم واحد شويه، نسكيو شويه على ديك الزياده وكنطلقوهم واحد شويه بيدنا.
وكنكملوا نفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. يعني طريقه سهله وبسيطه. ومن بعد ما كملناهم كيجيو على هذا الشكل هذا، يعني واخا كنطلقوهم غير بيدنا شويه. كندوزو نعملو زيت سخون في شي مقله غرقه ولا في شي طنجره. كنعملو في واحد البول العسل يعني نفندو فيها الرغيفات. بالنسبه للعسل اللي بغى يعمل العسل ديال الدار يعملها، انا هنايا كنتوفرت لي هذه ما توفرتليش ديال الدار. كتسخن ديك الزيت كنعملو ديك الرغيفات ديالنا يتقلاو. الزيت خصها تكون سخونه، وغير غير كنبداو نقليو كنشوفوا بان صافي سخونه مزيان، صافي كنقصوا لها شويه، كنخليهم متوسطه يعني ما نقصولهاش مره وما نقص ما نزيدولهاش بزاف. هانتوما كتشوفوا يعني دغيا كيتنفخوا كيطلعوا الفوق. ضروري تكون الزيت يعني شويه كثيره، ما تكونش الزيت قليله. وما كنتعطلوش وكنقلبوهم على جهه اخرى، عاود من بعد عاود كنبقاو نقلبوهم مره على جهه مره على جهه اخرى حتى كياخذوا التحميره اللي بغينا. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيتنفخوا. صافي غير كيتحمروا كياخذوا اللون بهذه الطريقه هذه، صافي كنعملوهم في العسل. بالنسبه للعسل ما كنعطلوش بهم في العسل، غير كنزلوهم ونهزوهم، يعني ماشي كنخليهم بزاف بحال الشباكيه، لا كما كنعملوا وحده كما كنعملوهم كنزولوهم كنقطروهم بالزيت. نتوما كتشوفوا يعني كنزولوهم من العسل ونقطروهم، وعاود كنعملو هنايا يتقلاو. كنكملوا بهذه الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيطلعوا دغيا كيتنفخوا وكيطلعوا على الوجه. ما كنتعطلوش بزاف وكنقلبوهم ضروري بحال اللي قلت لكم المره الاولى، يعني على هذا الشكل هذا باش كياخذوا التنفيخه ديال كيتنفخوا من جوج اتجاهات. يعني كلشي موضح في الفيديو. ومن بعد كترشوهم يا اما بالزنجلان يا اما باللوز ايفيلي محمر يا اما باللوز مهرمش، كيبقى لكم اختيار، يا اما بالكاوكاو اللي بغيتو. يعني الحشوه اذا عمرتوه بالكاوكاو زينوه بالكاوكاو او بالزنجلان، ولا بغيتو زينوه بالزنجلان وزينوه باللوز كيبقى لكم اختيار. من بعد ما كملناهم كاملين، القياس اللي عملنا كيخرجنا هذه الكميه هذه، يعني كميه معقوله وتبارك الله يعني كبيره. نتوما كتشوفوا كنصح بهم حتى صحاب الكوموند حيتاش كيجيو اقتصاديين وفي كميه كتخرج كبيره، يعني اكثر ديال الواحد اللي بغى يعملهم بالكاوكاو يعني يجيو اقتصاديين اكثر. وهذا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو مقرمشين ولذاذين بزاف. كيحافظوا على القرمشه ديالهم، انا بقاو لي يومين بلا مجمد يعني بنفس القرمشه. واذا بغيتوهم يبقى لكم مده طويله كتعملوهم في مجمد، وفوقاش ما بغيتوهم كتجبدوهم يعني معسلين وكلشي. بغيتو تخليوهم يعني بلا قبل ما طيبوهم كتعملوهم في المجمد، هما باقيين ما طايبينشي باقي ما قليتوهمشي، كتعملوا في المجمد. ملي كتبغيو تحتاجوهم كتخليهم ديكونجيلاو واحد 2 دقائق هيدا، ولكن كثروا فيهم مايزين قبل ما تجمدوهم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا زر الاعجاب، واللي كيزورني اول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلكم دائما جديد. نتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.